السلام عليكم، ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ معانا بقى فيديو جميل جدا من قناه تريكا عن فيديو ماينكرافت. ان شاء الله باذن الله النور يعجبكم، وحلاوه الفيلا يا حلاوه. متنسوش تعملوا لايك والسبسكرايب. يلا بينا على الفيديو. ايه الحلاوه والجمدان ده بقى نعمل المخطط اللي هو 9 في 9. تمام، انا عايزكم يا شباب تمشوا ورايا في الفيديو ده عشان تعملوا نفس الفيلا، عشان حرفيا الفيلا دي ان شاء الله باذن الله هتكون ارضيه. يعني فاهميني ازاي؟ لا افهمكم انا. هتكون ارضيه، معنى ايه ارضيه؟ انها هتكون تحت الارض. هتكون بقى عباره عن مسكن ان شاء الله باذن الله. تشوفوا معانا احنا بدأنا نكسر الارضيه، هنكسرها 4 بلوكات، نعمل قط بقى، وبعدين نظهر لكم بعد ما كسرنا الارضيه. بس اهم حاجه متنسوش تعملوا لايك عشان احنا بنتعب جامد جدا عقبال ما بننزل لكم الفيديو ده. هو بيبان قدامكم ان هو سهل، لكن فعلا حرفيا بنتعب جدا في قلب الفيديو. ويلا بينا قط على هذا الفيديو. بعدين بعد ما كسرنا الفيديو، لا معلش، اعاده عشان اتلخبطت. تمام. بنجيب بقى البلوك اللي هو بتاع الخشب ده زي ما انتم شايفين. تمام. بنبني بيه الارضيه كلها حرفيا بلوكه واحده زي ما انتم شايفين، بلوكه في بلوكه. تمام، تريكه في تريكه. تمام. بعدين بقى بلوكيتين في بلوكيتين في بلوكيتين في بلوكيتين. ايه اللي ده غنده؟ المهم عادة، خلينا في الفيديو. انا نسيت يا جماعه حرفيا في قلب الفيديو ده، وزي ما انتم شايفين من غبائي بنيت الارضيه كلها، وحرفيا ده خد مني وقت جدا. اولا في المونتاج، ثانيا في تصميم الفيلا في قلب ماينكرافت. ليه بقى؟ لان انا المفروض كنت حلقت. لا، كنت عملت الفيلا مربعه. يعني كنت شلت البلوك اللي في النص اللي هو الاسود ده، فانا جيت مليها كلها بدل ما حولقها. افهموها بقى زي ما هوريكم دلوقتي. تمام. شفتوا التحولقه اللي انا حاططها دي؟ تحولقه هي انا بقى المفروض احولقها. لو مش فاهمني خش على ترجمه جوجل، قول ازاي اترجم التلخبطه بتاع تريكا. تمام. بعدين زي ما انتم شايفين عرفتوا بقى ازاي كنت هتحولقها. بنبني 4 في 4 بلوكات زي ما انتم شايفين. حضرات السادة الأفاضل، حضرات السادة المستمعين، دي بقى هيكون فيو جامد جدا. ده اللي يبين لنا، ده حرفيا ده المنور بتاع الفيلا. اول مره اشوف منور بينزل على السطح. تمام. يعني لو الخنزير ده عمل كوكاه هيخرب لنا الدنيا، هينزلها علينا. بس ان شاء الله باذن الله كابلو عواميد عشان ما الخنزير ده ما يعملش كوكاه. هنجيب بقى زي ما انتم شايفين مربعات ازاز اللي هي المستقيمه، بس خلي بالكم وانتوا بتصنعوا الفيلا الازاز يتكسر ويعوركم في ماينكرافت. تمام. وبعدين هنجيب البلوك الارباع او الانصاص. تمام. وهنبني بيه الفيلا كده. نحولقها زي ما انتم شايفين. حرفيا يا جماعه حولقها دي انا مش فاهم معناها لحد دلوقتي، وحاسس ان انتوا مش فاهمين، بس ممكن تكونوا فاهمين. تمام. فهنكسر بقى المكان ده عشان يبان الفيو من جوه بتاع الفيلا. الواد خلي بالكم، الواد تريكا ده حرفيا بيصنع عظم، صح؟ ولا انا بعظم لنفسي، بطبل لنفسي؟ انا حاسس ان انا بطبل لنفسي. فالمهم خلينا في قلب الفيديو. تمام. بنبنيها بقى بقلب الارضيه العاديه بتاع ماينكرافت عشان يبان ان احنا عاملين نفق سري. تمام. على اساس يعني ان هي مش باينه الحته البيضاء والسوداء دي. نضحك على ماينكرافت. تمام. بعدين بقى هنجيب الشمعه او الفانوس بتاع جدي. تمام. نبني بقى السلم عشان اللي رجليه وجعاه، عشان الشخصيه بتاعتي رجلها مكسوره، فبني لها سلم عشان تنزل عليه. مع ان الشخصيه بتاعتي كانت طايره وكانت زي الفل، وقعت بقى على رجليها وخبطت في حمامه رجلها اتكسرت. تمام. فانا قلت لها تهدي بقى. تمام. هنبني لها بقى الفيو عشان اللي يقعد هنا يستقينص. صاحب الفيلا شكله راجل فخم فخم فخم، رخم صراحه. فقال لنا ابنوا لنا السقف زي ما انتم شايفين، فقلنا نبني له السقف عشان يبان الفيوز احسن واحسن. تمام. نبدا بقى نزين الفيلا بحاجات وتركات وحركاته وتركاته. تمام. نحط بقى شويه سراير عشان اللي هينام. طبعا هم عزوة واخوات مع بعضهم يناموا مع بعضهم، احنا قلنا نعمل 3 سراير لبعضهم. تمام. خليكم انتوا فاهميني كده عشان انا بتلخبط كتير، وبصراحه انا عدت 15,000 مره على الصوت ده، فمش عايز اعيد تاني. نبني لهم بقى كل واحد ليه صوره. هم شكلهم مكعبات، هم دي صورتهم. تمام. هنكسر بقى حته في الاوضه. قولوا ليه؟ قلتوا ليه؟ لا لسه ما قلتوش، فاتفرجوا ليه. اتفرجوا، انا قلت لكم قولوا ليه. فهمتوا حاجه؟ والله ما فهمتوا، انا ذات نفسي مش فاهم. فنبني بقى شويه خزن زي ما انتم شايفين. الخزن دي عشان اشيل فيها ال5 جنيه بتاعتي، عشان بتضيع كتير جدا، بتضيع.
فجبت كذا صندوق كده، اشيل في كل صندوق جنيه ان شاء الله باذن الله، نشيل في قلبي جنيه في كل صندوق جنيه. زي ما انتم شايفين. ونبني البراميل دي هنشيل في قلبها ميه وكده يعني زي تلاجة. تمام. وبعد كده يا باشا المظهر القعده والمظهر التاريخي اللي هيظهر بيه عم حزنبل وعم تريكة. تمام. ان شاء الله باذن الله نعمل لكم الفيديو عن المظهر الاخير بتاع عم حزنبل وعم تريكة. بس دلوقتي كده احنا بنوريكم القعده العظمه، بعد كده بننتقل على اخر الفيديو. ايه رايكم في الفيلا ونهايه الفيلا؟ يا رب تكون عجبتكم. صوتي راح وانا مش عايز اعيد، يا لهوي. انزل 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 انزل، استحملوني بقى بصوتي ده، انا عارف ان هو صوتي يا في الكلب، بس سامحوني سامحوني. وده الفيو النهائي. الله 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 الله، ايه الحلاوه دي. صانع البهجه، خلي بالكم، صانع البهجه ده للغلاب. وده بس كده يكون نهايه الفيديو. بس اهم حاجه متنسوش تعملوا اللايك والسبسكرايب للقناه.